بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أخوات ومتابعين في الدنيا، متابعيني حكايات اليوتيوب، أهلا وسهلا بيكم. في بداية الفيديو بحب أرحب بكل المشتركين عندي، أهلا وسهلا. كل مشترك جديد، كل مشتركة جديدة، نورتوني. أنا غادة، يا رب تكونوا بخير وكل سنة وحضراتكم بخير، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة كانت ماما بتقول زايدين ومش ناقصين يا رب العالمين، ويحفظنا ويحفظ بلدنا يا رب العالمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. وفي بداية الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى وإلى يوم الدين يا رب العالمين. النهاردة حكاية جديدة من حكايات اليوتيوب. وفي بداية الفيديو وحشتوني جدا جدا قد عينيا، أهلا وسهلا. وبسرعة بنروح لأم جوجو. أنا غبت شوية يا أم جوجو، رجعت لقيتك حافية وماشية بتجري في الشارع. في ايه يا ولاد؟ طب حكاية جديدة، يلا يلا بسرعة على حكايات ام جنى. وكبيرة اليوتيوب طلت علينا، بتطلع غير البهية، فراشة اليوتيوب، غزال اليوتيوب طلت علينا وحافية وبتجري في الشارع. بجد يا ولاد، ده حقيقي، ده حقيقي. ماشية، انا شفت فيديو يا جماعة لأم جنى بتجري في الشارع حافية، والله العظيم حافية، لابسة الإسدال بتاع البيت وبتجري في الشارع. بتعرض لنا فيلم حافية على جسر الذهب. أنا مش عارفة في إيه، بس هي الحجم ده بيجري كده في جري في الشارع، جري جامد. ومزونة قمر اليوتيوب راكب العربية، وهي هو كده وهي كده. بس عشان حقوق الطبع والنشر انا ما اقدرش احط الفيديو، يعني لسه هسأل ولسه هعمل قناة تانية على الفيديو والتعليق عليه. لكن بجد اكتبي كده ام جنى هيطلع لك الفيديو اللي مازن راكب فيه العربية وبيعاكس في ام جنى. تقريبا ده فيلم يا جماعة حافيه على جسر الذهب، ده حافيه على جسر الذهب، بطولة النجمة العالمية سوفينار او صافيناز، هي اسمها الحقيقي صافيناز. اللي يعرف اسم ام جنى الحقيقي يدلني عليه. تقريبا صافيناز، في ناس من المتابعين بيقولوا لها صافيناز. المهم يا جماعة، هي راكبة هي حافية وماشية تجري في الشارع زي الهبلة، ومازن راكب العربية وماشي بالراحة جنبها، وإذا بمزونة بيعاكس في أم جنى. يا قمر يا جميل يا عسل اطلع هنا، طب عبرنا. وهي ما شاء الله ما شاء الله اخده الدور، عايشه الدور جدا، وبترد عليه: ايه يا راجل يا قليل الادب، ايه يا قليل الادب، ايه يا مازن، ايه يا وليه، ايه يا وليه، في ايه، ايه حافيه طب ما هو لهم حق المتابعين يقولوا لك يا حافيه، ليهم حق. ما هو انت ما هو ما فيش كده حبيبتي، ما فيش كده حبيبتي. يعني انت عايزه تعملي ترند، تجري يعني تجري حافيه في الشارع. هو الناس علقت عليها يا جماعه في بيتها ان هي حافيه على طول، وبتصور وهي حافيه، يعني مش لابسه اي لكلوك مثلا في رجلها، شراب، يعني على اساس انها بتصور. بس هي طبعا ايه، يعني تحب تثير الجدل وتحب تبقى ترند وتحب تعمل الحاجات اللي هي بتستفز الناس، فتطلع علينا حافية. فقررت ان هي تعمل فيديو وهي حافية وبتجري في الشارع. بجد ده يعني الفيلم ده يا رب احنا شفناه فين، شفناه فين، شفناه فين؟ حافية يا ام جوجو وبتجري في الشارع، والمحروس يا اختي بيعكسك يا اختي. سم الله نوني قمر يا ناس، فراشة، فراشة بتجري ايه القرف اللي انت عاملاه يا ام جنى؟ ايه قلة القيمة، ايه عدم الاخلاقيات؟ بتجري ليه في الشارع زي المجنونة؟ بتجري ليه في الشارع زي المجنونة والهبلة يا ما فيش حد كده بيجري حافي في الشارع وجوزك بيعكسك بالعربية وانت واقفة تهزقي في امه؟ يعني انت فاكرة نفسك مين يا حبيبتي؟ نجمة مصر الاولى؟ يعني فاكرة نفسك اما انت هتعملي الفيديو ده المتابعين هيقولوا لك ايه القمر ده، ايه العسل ده؟ ولا الانتقادات نزلت عليكي
زي المطر. انت ازاي حافية في الشارع؟ انت ازاي ما هو المجانين اللي بيعملوا كده يا جماعة. مازن، سمحت لمراتك تمشي حافية في الشارع وتجري زي الهبلة في الشارع وبإسدال البيت؟ ما فرقش قميص البيت من إسدال البيت. نفسي أفرق لك هدوم خروج من هدوم بيت أم جنى. نفسي بجد اشوف فيديو ليكي واقول ده فيديو قمر ومحتوى جميل جدا واطلع واشجعك. انما حافية وبتجري في الشارع ده فيلم المجانين في نعيم. يعني بجد فكرتني باسماعيل ياسين كان قالع مالطو وبيجري في الشارع. او احمد زكي تقريبا، يا ربي شفت الفيلم ده فين قبل كده. يعني هي الست المصرية بتمشي حافية في الشارع وجوزها بعكسها بالعربية. يعني انت يا مازن طالع تعلم الناس ازاي يعكسوا بالعربيات الستات؟ وبعدين هي موجانها هتتعاكس؟ هذا الحجم هيتعاكس ازاي يعني؟ معلش يعني انا اعرف ان يعني اللي هيتعاكس يبقى حاجه مثلا تستحق ان احنا يعني ست تستحق بقى لانها والمعاكسه حرام وغض يعني المفروض غض بصر. يعني انا مش بحفز على المعاكسه او التحرش بالست. يعني انت عامل فيديو تحرش في الشارع. انت بتعلم الناس ازاي تتحرش بالستات في الشارع. ازاي انا اسوق العربية واتحرش بست وهي زي المجنونة لابسه لي اسدال البيت وبتجري في الشارع وصدرها يتهز وجسمها باين من الاسدال 200 كيلو باينين بتهزه. حاسب يا غزال لا يقوم زلزال. والله العظيم. إن لم تستحي يا مجنى فافعلي ما شئت. اقلعي الإسدال واقلعي الإشارب واقلعي كل حاجة واجري في الشارع زي المجنونة. يا جماعة أنا عايزة آرائكم في الفيديو بتاع مجنى اللي هي بتجري فيه في الشارع و بحافية ومازن بيتحرش بيها وهي بتعلمه الأدب في الشارع. ايه يا راجل انت يا قليل الأدب؟ ايه يا قليل الأدب اللي انت عامله ده؟ مش عيب عليك في السن؟ ايه يا قمر انت ده؟ عيب عليكي في السن ده يطلع منك كل ده؟ قناة يوتيوبر مشهورة. إيه ليكي شهرة ما شاء الله ما شاء الله في الجسم والأكل. إيه ألبس إسدال وامشي في الشارع. يعني لا قيمتك كأم حتى. عندك شاب كبير ما شاء الله، عندك ولاد. ما ينفعش تجري في الشارع لابسة إسدال البيت وحافية حافية على جسر الذهب ميرفت أمين. يا حبيبتي انت عايزة تعلمي الناس التحرش. وجوزك بيعلم الشباب بيعكسوا الشابات ويتحرشوا بالشابات في الشارع. لا يصح ولا يليق بيكي كست كده محترمة. طالعة علينا حافية وبتجري زي الهبلة في الشارع. هذا يعني ده فيديو أو محتوى هابط هابط هابط. لا يصح بست مصرية طالعة هي وجوزها تعلم الناس عدم الأخلاقيات في الشارع. وبعدين انت لا في سن يخليكي تجري لا لياقة حتى ولا جسم يخليكي تجري، لان جسمك كله بيتهز وصدرك كله بيتهز والمنظر فيه استفزاز رهيب للناس. فيديو بجد مستفز. طبعا الفيديو جاب مشاهدات كتيرة جدا لان لاقيين واحدة مجنونة بإسدال البيت ماشية بتجري في الشارع حافية. ده المجانين هم اللي بيعملوا كده. يعني ايه اللي مفيش عقل بقى هنا خالص ولا في اخلاق فنمشي ونعمل كده؟ وللاسف جوزك هو اللي بصورك يا مجنى. يعني يعني تشوف كده مثلا هي مثلا بنتها بتصورها. يعني مثلا يا جماعه اللي متكلم زي ما بيقولوا مجنون والمستمع عاقل. يعني إن انا الواحد يتلقى فيديو زي ده ازاي؟ بتقولك دي موهوبة في ايه يا جماعة؟ في الجنون ولا في المحتوى الهابط ولا في الاخلاق السيئة؟ يعني هي موهوبة في ايه حد يقول لي فيديو زي ده نازل على النت وجايب الاف المشاهدات بمحتوى زي ده ازاي؟ حد يقول لي ازاي؟ وجوزها بيتحرش بيها في الشارع وهي بتعلمه الادب وحاجة اخر سفالة واخر انحطاط. امانة الله يعني.
ونكمل يا جماعة مع بعض. وبعد فيلم حافية على جسر الذهب، وحافية بتجري في الشارع أو مجنونة في الشارع، يعني سموا الفيلم والحوارات والأفلام اللي هي عاملاها زي ما انتوا تحبوا تسموا أم جنى، يعني زي ما انتوا تحبوا تسموها سموها يا جماعة. طلعت علينا بقى وعملت طبعا كل ده، وانا في اجازة العيد فوجئت بيها حافية في الشارع. الحمد لله الحمد لله. بعد ما عقلت شوية ولبست حافية ولبست شوز، بعدها على طول جايبالنا البيت بتاعها، وازاي هي لابسة عباية العيد. ما شاء الله ما شاء الله. يعني هي بتفكرني بمين ام جنى في لبس العيد؟ بتفكرني بالساحرة الشريرة اللي هي عاملة العباية وماشية لي بالعباية كده. ايه رأيكم؟ وبتلف وبتلف بتستعرض لبس العيد وعمالة تلف في أوضة النوم هي ومزونة القمر. وطالعين بقى وجنجونة، وازاي جنجونة شالت الحجاب بقى وقلعت الحجاب والشعر بان، وأم جنى مبينة لي كده جزء من الشعر، وقمر بقى في أوضة النوم وعلى السرير، والأوضة يعني الأوضة غير مرتبة ومنيلة بستين نيلة، والهدوم على السرير والدنيا. بس ايه، تحفة بالعباية، اصفر في اسود يا ام جوجو بعباية العيد يا شيخة. ده انا كنت اخده اجازة، واول ما شفت عباية العيد بتاعتك قلت لا ده ما يسكتش عليها، والله ما يسكت عليها، ده العباية تحفة تحفة تحفة. والسرير وأوضة النوم تحفة، اللي هي من الحاجات الخاصة أوضة النوم. يعني انت ممكن مثلا تصور لنا في الصالة، ممكن مثلا في على ترابيزة السفرة، يعني أي مكان كده حلو كده، يعني بلاش أوضة النوم لأنها من الخصوصيات المفروض يعني. ومفاجأة بقى، أم جنى عملت لنا مفاجأة بقى، الدهب يا جماعة. شفتوا الدهب؟ شفتوا السلسلة؟ شفتوا أنا جبت اسوره وخاتم، اهو ادي الاسوره وادي الخاتم، وهنا جايبه خاتم. ورمضان خلص يا جماعه، صلوا على النبي يا جماعه. في حاله من حالات الكهرباء الزياده. دي كهرباء زياده على المخ يا جماعه. نهدى كده، لان يعني ايه، كل ما بشوفها احس بتوتر. في توتر في المحتوى، في هبل، في حوارات، في افلام علينا. رمضان خلص بسرعه يا جماعه. شفتوا؟ حطوا لايك يا جماعه. صلوا على النبي يا جماعه. حطوا لايك يا جماعه للمحتوى القرف، حطوا لايك. وبعدين فجاه الذهب، السلسله والاسوره والخاتم وايه، ومازن مسك بقى ام جنى وفي اوضه النوم بقى، وجنى بتقول لهم احلى قبل. احلى قبل ازاي يا جنى يا حبيبتي؟ هي لا في سن ولا ما يعني. طب ردوا انتوا يا جماعه، مازن وام جنى احلى قبل؟ قولوا انتوا في التعليقات، انا مش، لا تعليق، لا تعليق على احلى قبل بجد. المهم بعد ما ورتنا يا ولاد العقد والاسوره والسلسله وايدي ده اكسسوار مش ذهب. انت متاكده يا ام جنى انه مش ذهب؟ ولا خايفة تقولي دهب يقولوا لك من أين لك هذا يا أم جوجو؟ من غسيل الأموال مثلا؟ من فلوس الداعمين مثلا؟ لكم التعليق يا جماعة. ده مش دهب، ده اكسسوار. وانا غسلت سجادة المطبخ يا ولاد، شفتوا يا ولاد؟ شفتوني لما غسلت سجادة المطبخ؟ أمورة يا أختي، عسل 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 وسكر. وطبعا عشان الحسد ده صيني، دهب صيني بقى. انت يا ام جنى هتروحي تجيبي دهب صيني؟ احنا نجيب دهب صيني، انت هتجيبي دهب صيني ليه يا ام جوجو؟ وبعدين العباية بتاعتك دي شبه العفاريت يا ام جنى بصراحة، أمانة الله مش حلوة خالص. لا لا، وهي بتلف بالعباية بتلف انا هعمل كوبيبة مازين، انا هعمل كوبيبة هدوء، هدوء شوية، ويعني ايه محتوى حلو شوية، لان حتى في العيد انت بتفكري في الكوبيبة، وانت لابسة عباية العيد بتفكري في الاكل. انا هعمل الكوبيبة، انا هاكل الكوبيبة، لا انا هاكل يا جماعة. احنا نحن ناكل لنعيش يا ام جوجو. يعني ايه الاكل؟ ما هو الا وسيلة للحياة. مش احنا عايشين في الحياة دي عشان ناكل، لا احنا مش بنعيش عشان ناكل، احنا بناكل عشان نعيش حياتنا ونمارس حياتنا. مش حياتنا ومحتوانا كله محتوى هابط، محتوى كذب، محتوى عليكي كمية تمثيل مهولة. وتمثيل مش كيوت، يعني حتى مش تمثيل طبيعي، لا هو باين ان هو تمثيل. وده رأيي. ويا جماعة احنا بنجيب النقد من المحتوى، مش بنجيب
من حد تاني، او هي مثلا قاعده في بيتها واحنا بننقد، لا هي طالعه لنا على العام والفيديو اخد يعني مشاهدات كتير، فاحنا بناخد من المحتوى بتاعها، لان هي حتى في العيد بتفكر في الاكل، يعني في محتوى الكبيبه، الكبيبه، انا هعمل كبيبه، انا هعمل بيتزا، انا هاكل محشي، كرهتينا في كل الاكل. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله يا جماعة. اللي متفق معايا في إن محتوى أم جنى محتوى هابط يدوس لايك ويقول لي رأيه في التعليقات، وحتى اللي مختلف معايا في الرأي أنا معاه برضو، والله أنا مش بعارض رأي حد، واللي عنده رأي يكتبه، ولا في أي مشكلة عندي خالص. وأنا ما بحبش أطول ما بحبش أطول في الفيديوهات، بحبكم جدا جدا في الله. بتمنى منكم الاشتراك في القناة، بتمنى منكم تفعيل الجرس، كمان شير للفيديو، كمان لايك للفيديو، محدش ينسى بالله عليكم. هتوحشوني جدا جدا للفيديو الجاي، وان شاء الله هننزل برضو فيديو تاني النهاردة. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وبسلامة، بحبكم في الله، مع السلامة.